السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ليه يعتب عليكم اغيب عنكم الغيبه الطويله ديت ومحدش فيكم يسأل عليا ولا حد يقول لي انت عامله ايه، حتى يا مرتاش في اي تعليق. المهم انا بحبكم في الله، لو مش بحبكم مش هقول لكم الكلمتين دولت. انتوا حبايبي واخواتي، ربنا يصلح حالكم وحال ولادكم، اللهم امين. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وهنعمل مع بعض طريقة حواوشي سهلة وبسيطة. ولعلمكم الفيديو دوت كان قبل ما والدتي الله يرحمها تتوفى، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب العالمين، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. المهم كده صلى على حبيب المصطفى كده وتعالي اقولك احنا عملنا ايه. معايا 2 كيلو لحمة وقطعت وفرمت عليهم بصل كتير. ويا ست الحبايب، المهم اللحمه دي يا جماعه، اللحمه ديت لحمه جاهزه متبله، جايه انا جايباها لحمه متبله. عندنا في زفتة في موقع كده بيبيعها، وانا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه. المهم سالت عنها وقلت هجيبها واجربها في الحواوشي واعملها معاك ونشوف النتيجه ان شاء الله والطعم هيبقى عامل ايه. المهم لما قطعت البصل كتير كده عليها فرمتها ورحت حاطه عليها شويه ملح صغيرين عشان اعدل الطعم، ورحت حاطه شويه فلفل اسمر مش اكتر ولا اقل من كده. وهنعمل بالعيش بتاعنا بقى العادي ده، ولا عيش شامي ولا هنعمل عجينه ولا اي حاجه. جبت انا بوصي بتاع الطابونه، انا عامل حواوشي، عايزه العيش بتاعه قابب، فبينقهولي وبيجيبهولي زي ما انت شايفه كده قابب. بس اهم حاجه بعد ما تجيبيه منه تفككيه كده من بعضه علشان لما يبرد ما يلزقش ببعضه. صليت على النبي يا قلب اختك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللحمه اللي انا بقول لكم عليها ديت في منها للكفته وفي منها للحواوشي، وانا ما كنتش اعرف ان معلومه ما كنتش اعرفها ان في منها للكفته. المهم انا جبت منها برضو للكفته بعد الحواوشي وجربتها، والله العظيم يا جماعه ما شاء الله طعمها زي العسل. بس بتبقى نسبه الدهون في الحواوشي بتبقى نسبتها زياده عن الكفته، انما الطعم ما شاء الله هي بتبقى جايه متبله وزي الفل. انا سالت عليها والله كم حد بياخد منه من الموقع دوت، وسالت صاحب الموقع نفسه يعني قال لي لحمه مضمونه ولحمه كويسه. وطبعا لو انا مش لحمتي مش كويسه ما فيش حد كتير هياخد منها، وبتوع الصحه يعني ما كانوش هيسيبوه يعني لو شاكين فيها. المهم صلى على الحبيب المصطفى ودعميني وحط لايك للفيديو. انا مش عارفه الفيديوهات بتاعتي مش متشافه خالص، والريتش عندي واقع خالص، القناه عندي بتقع بمعنى الكلمه. مفيش حد بيعمل لي لايكات كتير، بيشوف الفيديوهات ومحدش بيعمل لي لايك. حط لايك يا قلب اختك والله ما تخسري حاجه، حط اللايك وادعمي الفيديو عشان ان شاء الله يوصلك منه كل جديد. صلى على النبي حبيبه قلبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. والله المستعان. خليك انت يا مرتاش كده عماله تاكل. بصراحه يا جماعه اقسم بالله العظيم طعمها كان تحفه، كان تحفه والله تحفه بمعنى الكلمه. انا قلت هجربها معاكم علشان اشوف اللحمه ديت حد منكم عارفها ولا مش عارفها. ولو انت عارفه ان في لحمه للحواوشي وفي لحمه للكفته، يا ريت تكتبي لي في التعليقات، لان انا ما كنتش عايزه بصراحه انزل الفيديو واقول ان انا جايبه لحمه عشان ما حدش يقول لي ايه انت جايبه لحمه من الكفته ده مصدرها مش حلو او انت بتسترخصي. لا انا قلت هجربها واشوف الطعم بتاعها عامل ايه. المهم ما شاء الله والله العظيم والله العظيم ما شاء الله اللحمه طعمها زي العسل، طعمها عسل بمعنى الكلمه. هنا بقى قلت ايه مروق على نفسي واعمل كوبايه قهوه كده وانا واقفه، وكوبايه القهوه اللي بعملها ديت ما بتهناش عليها، دايما اعملها واشربها وانا واقفه بشتغل يا اما بعمل حاجه، ما بتهناش عليها واقعد كده زي الناس واشربها. المهم الحمد لله ربنا يدينا الصحه والعافيه و... وايه يا رب اللهم امين. الفيديو دوت متصور زي ما قلت لكم كده بقاله فتره طويله وما نزلتوش بسبب ان كان عندي ظروف مش عارفه انزل فيديوهات. وربنا يحوش عننا الهم والكرب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا النهارده بقى ايه عملت الحواوشي دوت، كنا الساعه 7 الصبح.
7 الصبح بقى ريحت دماغي. العيال هيقولوا عايزين نفطر يا ماما، عايزين مش عارفه ايه يا ماما. لا انا قمت الساعه 7 الصبح كده، اشتغلت في الحواوشي ورحت عاملاه لهم وركناه لهم كده. قلت بقى اما يصحوا براحتهم يبقوا ايه ياكلوا، واديني ريحت دماغي من موضوع الفطار، وهياكلوا في طول النهار. لان ما شاء الله كنت عامله كميه كويسه يعني، بالف هنا وشفا يا رب. وصبيت كوبايه القهوه بتاعته، كل شويه اخد منها بق. شوفي ما بقعدش كده اخد كوبايه القهوه ونفسي يا ولا والله العظيم اخد كوبايه القهوه كده واقعد كده اشربها بمزاجه. المهم الحمد لله والشكر لله، ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب، ونفضل نعمل ونشتغل. لسه ما حطيتيش لايك للفيديو؟ حط اللايك يا قلب اختك، حط اللايك والله العظيم 3 ما تخسري حاجه. عندك قناه بتقع بمعنى الكلمه بتقع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بصوا يا جماعه كده صلوا على النبي. انا لو مش بحبكم في الله والله العظيم 3 ما هطلب منكم حاجه زي كده، ان انتوا تدعموا لي الفيديوهات بتاعتي، وتشجعوني. المهم ادي النتيجة في الاخر، بسم الله ما شاء الله، كمية مرضية والطعم زي العسل. واكتبوا لي في التعليقات برضو انتوا عارفين اللحمة ديت ومصدرها ايه وكويسة ولا مش كويسة، علشان انا موسوسة شويتين من ناحية اللحوم. بس انا قلت هجيبها واجربها والامر لله. بس الطعم ما شاء الله حلو، وكمية ما شاء الله زي العسل. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك منه كل جديد، واسيبكم في رعاية الله.